تعالى اقول لكم عملت الحلق الحلو ده ازاي لبنوتي الصغير. فضة ولا نحاس؟ نحاس ولا فضة؟ مش مهم ابدا. المهم اني هقول لكم على اسهل لحام حلق على الاطلاق. ولو اول مره تشوفوني، انا سلمى فتيحه، جيلري ميك اب اند ديزاينر من داخل الوصفه بيوتي. حلقه جديده. اول حاجه بنطه ملي هحطها في الدريل بتاعنا، مقاس ملي زي ما انا قلت لكم. هحتاج اني اخرم بالدريل بتاعنا ببنطه ملي في النص، في السنتر بالظبط، بحيث ان هي تبقى مظبوطه في الودن معانا. وبشمع العسل زي ما انتم شايفين كده هضغط ضغطه صغيره بحيث اني انعم البنطه بتاعتي وتخش بسرعه في المعدن بتاعي. احاول اني اوصل بالقلم رصاص كده عشان ابقى عارفه انا رايحه فين وجايه منين. هوصل على قد ما اقدر ونبدا نخرم. وواحده واحده كده ادخل الواير بتاعنا بالشكل ده. مش مشكله تبقى حته باينه، مفيش اي مشكله، وندخلها في الصدع بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده، بحيث ان هو يبقى الصدعين دول يبقوا ساندين المعدن بتاعنا. زي ما انتم شايفين السائل الاخضر المصفر ده اسمه دنكار. الدنكار ده بيساعد ان الفضه اللي هحطها تلحم. اول حاجه اني هعملها اني اسخن السطح بتاعي. ايوه، هو ده الفش اللي انا عايزاه. تمام، ابدا اشغل النار واحده واحده لحد ما المعدن بتاعي يصفر. طبعا المرحله اللي بعد كده الجزء ده استحاله يفضل على الحليه بتاعتنا، فاحنا بالبنز بتاعنا هنقص ونحاول على قد ما نقدر ان هو يبقى مختفي خالص عشان هنحط عليه حاجه تانية. وبالمبرد السائل الاحمر زي ما انتم شايفين ده اختراع بصراحه، انا جايباه من محل منظفات عادي. بيخلي الحاجه نظيفه زي ما انتم شايفين، فهيساعد جدا جدا معاكم. مفيش فيه خل وكربوناته، هيبقى تلميعه برده سريع في تنظيف المعدن، وبيقعد 10 دقايق عبال ما بينضف. ونحطه في الميه كده عشان يبقى نظيف معايا، وابدا اشتغل عشان اللحام يلحم معايا. ونرجع نسخن السطح تاني عشان نحط قطعه الفضه بتاعتنا. بس قبل اي حاجه لازم نسخن السطح، وبعد كده نقطه دنكار زي ما انتم شايفين. نحط الفضه بتاعتنا، مش نكتر يعني، للتاكيد كده كده هيبقى عليها حته فضه، بس تبقى يعني تبقى محطوطه بحيث ان هي تفرش معايا في كل ناحيه. انا كده خلصت لحام الحلق، وهبدأ بتشكيل الحلق بتاعي. فهرجعه في تاني مكانه وابدأ الديزاين بتاعي اللي انا هرسمه زي ما انتم شايفين كده بالقلم الرصاص. هبدأ اني اعمل قرص الشمس كنص قرص كده، وبعدين اعمل كده، وهبدأ اشتغل بدريل في تحديد الشغل بتاعي ده بشكل مبدئي. القطعة دي مش هينفع ان انا اشتغل بيها بشمع عسل. ليه؟ لان هي برد مش حفر. انا كده علمت على الشكل. بعد كده هبدأ ان انا احفر بشكل اعمق شوية. زي ما انتم شايفين شكلت المعدن بتاعي على قرص شمس والاضاءة بتاعته، وهبدأ اني ابرده واسويه تمام كده، وانعم الطروف بتاعتي.
طبعا كل ما بقت الحروف انعم معايا كل ما الشغل بان بيرفكت اكتر. وبعد كده نعمل بولشنج. هنحطها هنا زي ما انتم شايفين كده، وننضفها في الميه عشان اي كيميكال. وده الشكل النهائي للحلق، حاجه جميل جدا ومريحه وحلوه جدا في اللبس. بتمنى تكون عجبتكم الحلقه، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنت عايزين موديل ايه تاني او فكره جديده اعرضها لكم في الحلقات الجايه. كنت معاكم انا سلمى فتيحه من داخل وصفه بيوتي، هتوحشوني. سلام.